تخيل معايا مخرج يقرر ينحت فيلم أجنبي بالحرف، فمن كتر الكسل يقوم سارق اسم شركة الإنتاج الأجنبية اللي عملت الفيلم الأصلي ويسمي بيه الفيلم المصري. والله زي ما بقولك ده اللي حصل في الفيلم الأجنبي فاونتن اوف يوث. بيسرقوا الأرشيف السري في النمسا، احنا هنا بننزل بودروم وبنقول عليه الأرشيف السري للفاتيكان. ازاي يعني يخت سياحة يشد غواصة نووية وزنها 50 طن بحبل غسيل؟ ازاي حارس الأرشيف السري للفاتيكان يطلع مصري ونفسه ياكل ملوخية؟ يلا بينا. الفيلم بيفتح بكريم عبد العزيز وهو محبوس في تلاجة كده مليانة تلج افراح. ليه؟ الله اعلم. ايه اللي جابه هنا؟ خلي المستقبل يقولك. بيتر ميمي كده كده حطها لك في اول مشهد في الفيلم، يعني اي حاجة انت مش هتفهمها هتعدي عليك في الفيلم. المستقبل بقى انت والمستقبل. المشكلة ان في الفيلم الاجنبي اول مشهد فيه بيظهر اسم شركة التوزيع اللي وزعت الفيلم ده، اللي بيطلع اسمها بروجكت اكس. حرفيا انت بقى عرفت اسم الفيلم جه منين. تمام. المهم يوسف بيطلع من التلاجة متكتك من البرد، وعشان هو كاريزما كده يعني ما بيقفلش حتى السوسته بتاعت الجاكيت عادي، وبيدخل على ماجد الكدواني اللي بيحكي له عن نسرين، واحد قوي وواحد ضعيف، وبيقول له ان النسر الضعيف هو اللي هيكمل ويبقى قوي. طب ده رمز لايه؟ معرفش. يوسف طيب انهي نسر فيهم؟ معرفش. وهنا بقى بنلمس اول فرق ما بين الفيلم الاجنبي والفيلم التقليدي. الفيلم الاجنبي بيبتدي باكشن، حركه، مطارده، ناس بتعرق، في دوشه، وفي اول الفيلم كده بتعرف ان البطل بتاعنا دمه خفيف، وبتعرف ان انت داخل فيلم اكشن. انما في المشروع اكس احنا بنبدا الفيلم بغموض. ليه؟ الله اعلم. احنا جالنا سكريبت بس مش هينفع نعمله زي ما هو، هيقولوا علينا سارقين، فاحنا لازم نغير فيه شويه، نطلع البطل تايه والوان الفيلم كئيبه جدا، ودخان بقى طالع من كل حته كأننا جوه تلاجه كبيره. بس ده مش دخان تلاجه، ده دخان فيب. في حد واقف هنا بيفيب، وده مش فيلم رعب ولا فيلم سسبنس. بس احنا مش هنقولك، احنا هنسيبك تكتشف. خلي بقى المستقبل كمان شويه. المشهد التاني في الفيلمين البطل بتاعنا بيركب القطر. الفيلم الاجنبي لوكي بيركب قطر بس بالليل، احنا بقى في الفيلم المصري هنخليها الصبح. في الفيلم الاجنبي قطر وليل وخناقه، وده بص بيضربها كده وهي بتضربه كده، يشد الشنطه، يشد اللوحه المسروقه، ياخد اللوحه وينط من القطر. في الفيلم بتاعنا بقى قطر برضه. هنا بقى في شنط بتاعت ناس مسافره، بس مفيش ناس مسافره، تلاقيهم كلهم نزلوا عشان الخناقه دي هتتصور كمان شويه. بتبدا 11:31 وتخلص 11:35 عادي، بس هي بترجع تاني 11:31. ودي مش سقطة مونتاج ولا اخراج، دي رؤيه اخراجيه بحته. بتقولك يعني ان البطل بتاعنا ده في الحقيقه دكتور سترينج، ومعاه حجر الزمن، وسريع جدا زي فلاش، بيعمل بقى كل حاجه، بيضرب كل الناس، بيضربهم كلهم، وبيلف ده كده. لفه ازاي؟ ايه اللفه دي؟ خارج بقى. بياخد بقى الشنطه وينط من القطر. طب انت سرقت الشنطه دي من مين؟ مالوش. طب دول تبع ماجد الكدواني؟ طيب محدش قال حاجه، هما ما بيقولوش حاجه. هما 3 معاهم شنطه، والبطل بتاعنا بيخش يضربهم وياخد منهم الشنطه وينط من القطر. ليه؟ عشان المخرج عايز كده. القطر بقى جاي منين؟ راح فين؟ مش مهم، هو قطر ماشي في الصحراء، راح بقى السنبلاوين، راح اسيوط، يلبس زعبوط. المهم ان العربيه اللي بيهرب فيها البطل بتبقى مشيت في الطريق ده قبل كده، قبل ما تمشي فيه. وده اكبر دليل ان يوسف هو دكتور سترينج وما قالوش برضه. خش يمين كده يا فنانه. يوسف بياخد الشنطه ويروح يدفنها في الصحراء، مش في جنينه بيتهم مثلا، لا، هو يروح يدفنها كده في الصحراء من غير اي علامات. هو بقى فكرني بقصه جحا لما دفن الكنز تحت السحابه برضه في الصحراء، وعشان هو بقى دكتور سترينج بيعمل كده بالجاروف مره واحده، فبيبقى دفن الشنطه. الاهم من كده بقى ان لو الشنطه دي كانت ضاعت وماجد الكدواني ما خدهاش، كان الفيلم ده هيخلص كله في 10 دقايق، والعلماء اليابانيين والالمان هيفضلوا يلطموا في الهرم طول عمرهم، لان الشنطه دي فيها سر ليه علاقه بالمشروع اللي شغال عليه دكتور يوسف، ومحدش بقى موافق ان هو يكمل شغل فيه. بس الالمان واليابانيين يشتغلوا عادي، بس يوسف لا. انت عارف عقوبة الخيانة ايه؟ الموت. لا. ليه؟ المستقبل. هو ما قالوش كده يعني، هو كان عايز يقول له بس ما قالوش. لو ما لقيتهاش يبقى خد بالك من بنتك أمينة. مفيش وقت. فبياخد العربيه الفولفو يجري بيها في الصحراء. فين؟ وبياخد المسدس معاه. يعني هو كان ممكن يديله طلقه كده نسمع صوتها حتى ساوند افكت بربع جنيه، وهقول لك ازاي كمان شويه. يوصل بقى المقبره. يوسف كان في التلاجة بالليل، راح اتكلم مع ماجد بالليل، ماجد قال له مفيش وقت بالليل. مفيش وقت. لما هو جري في الصحراء بقينا الصبح. دكتور يوسف سترينج هو اتخطف هو والصندوق والعربيه، بس محدش قال ازاي. بقى كده يا ماجد تعمل في كريم صاحبك كده؟ ده انتوا حراميه من ايام KG 2 يا راجل. ولا بيصون اللقمة الحرام. المهم بيروح المقبره وبيجري على المقبره، ويجي المشهد اللي كله تراب ده تقريبا، يعني ده وقفه عيد وحد بينفض السجاجيد عادي.
يوسف يدخل جوه النار يلاقي مراته سليمه، فيعمل ايه؟ هقول لك كمان شويه. عشان في الفيلم الاجنبي لوكي بيروح يقابل اخته في المتحف اللي هي شغاله فيه، وبيسرق من هناك لوحه، فهي بتجري وراه فيقول لها اركبي معايا العربيه، وياخدها ويهربوا ويركبوا عربيه بالعربيه وياخدوا اللوحه ويخدروها ويسيبوها، فترجع المتحف فتلاقي اللوحه في مكانها، فبتروح له في المكان اللي هو مستخبي فيه، فتقابل اوين الراجل الغني جدا ويقول لها ان هو عنده مرض خطير وانه طلب من لوكي ان هو يموله علشان يلاقوا ينبوع الشباب. تمام. في الفيلم العربي يوسف بقى بيروح المستشفى عشان بيفتكروا ان هو مجنون ويعملوا معاه تحقيق. في وسط التحقيق الكهرباء بتقطع فيظهر آسر اللي طالع بدور اياد نصار وهو عامل اوين، وبيهربوا كده من المستشفى بكل سهوله ويحدف له كاس ويتكلموا عن القطعه دي. اختها في متحف برلين. الشطاره مش في التقليد، الشطاره انك تحط التقليد ورا ازاز بيلمع، تشرط سطحي ما تغزش. المهم ان آسر بيقول له انا شغلتي وين وين سيتويشن، ويديله الفايل ده، وده نفس الفايل اللي كان في المقبره قبل ما تبوم. هل هو بقى نفس الفايل؟ هل كل واحد فيهم معاه نسخه؟ هما ما قالوش يعني. بيوافق يشتغل مع آسر اللي هو اوين، وده ليه؟ عشان بنته امينه مصدقه ان هو كان السبب في اللي حصل لامها. آسر بقى معاه فيديو بيثبت براءته، وهنا السؤال مين اللي صور الفيديو ده؟ بلاش. طب اتصور ازاي مع ان يوسف شخصيا دخل المقبره ووصل لشمس؟ فده اتعمل بايه؟ بالاي اي. ده بقى المستقبل بقى يخبرك ان انت اي اي. الفيديو ده بقى اللي امينه لما تشوفه هتقول ايه ده؟ بابا مش هو السبب؟ تتفاجئ كده، تتفاجئ قوي. منطق برضه. عشان كده السينما المصريه ام الاجنبي، ام الاجنبي كله. في الفيلم الاجنبي لوكي طالع حرامي اثار ذكي جدا وسريع ودمه خفيف، وبيستخدم بقى مهاراته دي عشان يسرق قطع اثريه. بيساعده بقى واحد ملياردير عنده مرض خبيث، وبيدوروا على ينبوع الشباب، ومعاهم 2 من فريق ابوهم بيساعدوهم. انت متخيل احنا فين؟ وبيسرقوا 6 لوحات ل6 فنانين مختلفين، عشان كل لوحه فيها حرف لاتيني، ولما بيجمعوا الحروف دي بتطلع كلمه. الكلمه دي بقى طرف الخيط لمكان ينبوع الشباب. موضوع فيلم. انما بيتر ميمي خلى يوسف محبوس ظلم في العباسيه، كئيب وصامت، والدافع اللي بيحركه فيديو بالاي اي، اي حد يعمله ب20 جنيه في اي سايبر عادي يعني. في الفيلم الاجنبي بيخليك تحب البطل عشان هو شاطر صايع كده. في الفيلم المصري بقى بيخليك تحب البطل عشان هو صعبان عليه. بس هو للاسف لسه النكد ما خلصش. يوسف بيبقى عنده اضطراب ما بعد الصدمه، وده اللي بيخليه كل ما يشوف نار يرجع فلاش باك. ليه؟ المخرج عايز كده. وده بيخليك تعرف ان النار بتشغل حجر الزمن، عشان دكتور سترينج وكده بيقول لهم ان في برديه اسمها خوفو والصحراء. في برديه اسمها خوفو والصحراء، عشان السر في هرم خوفو، في الهرم الكبير. بس مش دي المشكله. المشكله ان في اقفال. يعني ايه اقفل؟ يعني متاهات. فبيجيبوا عصام السقا. يوسف بقى بياخد آسر ومريم ويروحوا روما عشان اخو مريم اللي بالصدفه كده في روما. بيروحوا بقى المورو الديسكو اللي مستخبي فيه، ويضرب واحد كده ويزعقله بالايطالي وياخدهم ويروحوا البيت. فيقول لي يوسف الجمله الاعمق في التاريخ: شوف انا ممكن اخليك بابا الفاتيكان اسهل ما ادخلك ارشيف الفاتيكان. طب ما هو كده هيخش عادي. مريم بقى تبقى بتبص من الشباك وتيجي كده بسرعه وتقول لهم احنا لازم نمشي دلوقتي. فبينزلوا يهربوا. بيروح مورو يقابل واحد يديله فلوس وياخد منه فايل، ويرجع لهم ويقول لهم ان دول موظفين الفاتيكان ودول ممكن يدخلوني. بس المشكله ان باب الارشيف السري للفاتيكان بيتفتح بحاجتين مع بعض: كارت مع موظف من الموظفين دول، ورقم سري دي مش مكتوبه في الفايل. انا مأمن مكان في ضواحي روما نتقابل فيه. هي ايه ضواحي روما دي؟ زي ضواحي الجيزه كده. في الفيلم الاجنبي لما بنروح ارشيف سري، بنروح ارشيف سري في المكتبه الوطنيه النمساويه، اتبنت 1368 عشان هناك في انجيل اتكتب في عهد ملك اسكتلندا. الانجيل ده فيه غلطه ومحطوط هناك في الارشيف ده، وبيروحوا يتخانقوا ويتضربوا ويسرقوا الكتاب بعد اكشن كتير واكشن وبوم وبياخدوه يمشوا. في الفيلم المصري علشان يخشوا الارشيف السري للفاتيكان فبيروحوا العاطف. فكريم محمود عبد العزيز يقابل كريم محمد عبد العزيز، وهم مش ولاد عم على فكره، وبيتفقوا ان هو هياخد 100,000 يورو. وبعدها بيروحوا مكان كده زي البنك بياخدوا منه مسدسين وشويه فلوس، ويوسف بيقول له ما ينفعش طلقه تتضرب حتى لو من الامن، احتياطي. وبيجندوا فرد امن من الفاتيكان تجنيد اجباري كده عشان يوصلهم لفرد امن تاني جوه الفاتيكان برضو، اللي بيطلع بالصدفه مصري. مصريين ما بقاش فورتوناتو بقى سريتوناتو شغال في الفاتيكان ونفسه ياكل ملوخيه. حد فيهم دم ملوخيه وهو جاي؟ وبيحب هزار المصريين. عشان نخف الدم المصريين هتلاقيني دايما نيلو فورتونيلو يعني لا يعني اللهجه تقرف. انا بس نفسي افهم الناس اللي كانت طالعه دي راحوا فين؟ بينزلوا السلم الحلزوني ده عشان يوصلوا للمكان ده. ايه المكان ده؟ المكان ده بقى فيه مخطوطات وتواريخ. بحسب نفسي
ان انا جوه المكان العظيم ده. ده عظيم؟ ده المجاري طافحه هنا يا ابني. هنا بقى بنيجي لاخطر عمليه اختراق في التاريخ، اختراق الارشيف السري للفاتيكان. هما بينزلوا بدروم، ملاك بقى بيقول لهم هاتوا الكود، فبيرفع عليه السلاح. ليه؟ احتياطي. بيكلموا عاطف، ده عشان نزود السسبنس وكده يعني. بياخد بقى الموبايل ويقول لعاطف انت رجلك دي مش راجعه تاني، بس في مليون يورو، ها تعوض ايامك اللي فاتت واللي جايه. بعت فلوس ياسر. ويغمز لآسر كده يعني يحول له فلوس فودافون كاش، وهم تحت الارض. ومش دي المشكله الحقيقيه ان آسر لما كان بيكلم عاطف في تليفون عاطف الساعه كانت 7 بالظبط، بس الساعه اللي كانت في ايد يوسف كانت 2 الظهر او بالليل مش عارفين. ودي بقى قمه الاعجاز العلمي، وده بياكد ان دكتور يوسف دكتور سترينج، دكتور يوسف سترينج. 2410 و24. فيخشوا يكتبوه كده في القفل الصغير بتاع الارشيف السري للفاتيكان ده، هو ده. فيدخلوا جوه الارشيف السري للفاتيكان ويقفلوا الباب. ليه؟ مش هقول لك. بص الارشيف السري المكتبه في النمسا عامل ازاي، بص مكتبه في النمسا اصلا عامله ازاي. فيلم الرسالات البحريه الروسيه بتاع الحرب العالميه الثانيه. فيقول له على الرف. رف ايه؟ هو ده رف؟ هو ده مش دولاب؟ بس هو ما قالوش يعني رف، وقال له على الرف هنا. الرف. بص بقى الارشيف السري للفاتيكان ده شيء مهم جدا، وعشان هم بيحفظوا فيه الحاجات المهمه قوي، المكان الواسع جدا ده الاكسجين فيه بيخلص بسرعه جدا برضه. ليه؟ معرفش. فهم بيتخنقوا جامد قوي. اكيد في نظام امان، لو قامت حريقه يفتح عشان الحاجات اللي بتلحق. الطريقه بتبقى ان هو يضرب اللمبه الحمراء دي بالمسدس. فرانشيسكو توتي ابن عمتي يا موزة. غزي عايز يغزها كلها بقى متحرشين ولا ايه؟ بيهربوا بقى من الارشيف السري للفاتيكان وبياخدوا الاحداثيات ويضربوا الحرس السويسري. بس هو الحرس السويسري الحقيقي بيلبسوا يا اما خوذه زي دي يا دروع حديديه، انما دول قراصنه كده على باب الله، احنا مش هنصرف على القراصنه برضو كمان. فبيضربوه يعني. آسر بيضرب 2 ويوسف بيضرب 2 بس. دخلوا الارشيف السري للفاتيكان وخرجوا من الفاتيكان وضربوا 4 بس. يعني الحرس السويسري في الفاتيكان 4 ماشي. المهم بيضربوا 4 وبيجروا، ومورو بيكلم مريم ويقول لها ابعتي لي لايف لوكيشن. فيوسف بيسرق موتوسيكل وبيقتل ظابط. العربيات بقى بتجري وراه ومفيش طلقه واحده اتضربت عليه. دكتور سترينج فبيقع لما عربيه تخبطه. مريم بقى بتنزل من العربيه تعمل شعرها كده ايه الحركه دي؟ عملتيها ازاي دي؟ ازاي يعني؟ فتقول ليوسف انا قلقت عليك. فمورو يرد عليها دل على السلامة. فتروح مزعقه له. انت بتعمل ايه هنا؟ تقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت دورك خلص خلاص. يقول لها مستر آسر عنده راي تاني. لا استنى، هو مش انت يا بنتي اللي بعتله لايف لوكيشن؟ انت بتعمل ايه هنا؟ بتساليه على حاجه انت اللي بعتها له. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ هو وصل قبليكوا ازاي اصلا وانت بعتله لايف لوكيشن؟ محتاجينه. يوسف، ورقة الإحداثيات وقعت مني وأنا بجري. هي كانت بتجري يا مريم. هي ما جريتش في الفيلم، بس هي بتقول ان الورقه ضاعت كده وهي بتجري بدون اي مبرر درامي. هو اصلا آسر بيديها لها ليه؟ هو مش واثق في نفسه مثلا؟ ده مكان غواصه. ما بيعرفش يسوق وهو حاطط ورق في جيبه. يا مريم. مين اللي في ايه؟ انتوا مخبين علينا حاجه ها؟ آسر بقى شرير القريه بيتعصب جدا. انت مجنونه؟ وبيحاول يتهجم عليها. فيوسف بيزعق آسر ويقول له الاحداثيات اهي. فيبص فيها كده ويقول له دول ناقصين 4 ارقام، هما فين؟ هنا. ماشي. على فكره الغواصه مش هنا. فبيقول له بقى ان الاحداثيات دي بتقول ان الغواصه في السلفادور. فيقول له انت عارف يعني ايه السلفادور؟ انت عارف يعني ايه السلفادور؟ فيقول له عارف. مشكلة انا مش عارف يعني ايه السلفادور. يعني ايه السلفادور؟ وعشان ضيعوا الورقه بيشتغلوه. اعرف اتصرف في الفلوس بس، انما الغطاس اللي انت محتاجه ده صعب. بيقول له بقى انا مش هعرف اتصرف لك في اللحام اللي انت عايزه ده. انت محتاج لحام تحت الميه. يعني كهرباء ومية. انت فاهم احنا فين؟ فيطلع صوت كده من لا شيء. انا عندي حد. واشتغل معاه قبل كده. اشتغل معايا قبل كده. طب اشتغل معاه فين؟ محدش قال. يوسف، طب اشتغل معاه ايه؟ مش هنقول لك. بس مريم بتقول له ان هو راجل غلبان قوي. الراجل ده غلبان قوي على الشغلانة دي. ما هو فعلا غلبان يا فنان. ده واحد عنده عين واحده بس اللي شغال، وما بيعرفش يضرب نار وما يعرفش يروح فين للسلفادور. اركب لها منين دي؟ هتجيب صريخ في السينما دي. يلا بقى نرجع فلاش باك. فيلا نولع نار. بنعرف ان يوسف لما دخل المقبره لقى مراته صاحيه. فيعمل ايه بقى عشان يساعدها؟ ينادي حد يساعده؟ لا، ده بيكلم المطافي. مفيش شبكه. بيقرر بقى ان هو يخلص عليها. ماشي. يوسف بقى بيبص في عينيها كده ويحكي لها. كل ما كنت اجي انط جوه النار الاقي هنهبت تقول لي استنى انت. بس هو صوتها بيقول له الحقني يا دكتور يوسف يا حبيبي. دي اسمها رصاصة استعجال مش راح. انت يا زميلي قتلت المز عشان المخرج عايز كده. هو بقى عايز يوديك المستشفى ليه؟ عشان تبقى انت البطل المظلوم. ما هي دي الدراما المصرية، لو ما فيهاش نكد مش هتتحسب. أنا لقيت دي في الجاكيت بتاعك. دي طريقه نجاتكم الوحيده يا شمس. احطها تحت بريسي هتموتني. وأنت ناوي تموت نفسك ولا إيه؟ والرصاصة لا تزال في جيبي. أنا عمري ما هسيبك تاني. المهم يعني ان في الفيلم الاجنبي بيروحوا المركب غرقانة من 1915. في الفيلم بتاعنا احنا بنروح السلفادور. انت عارف يعني ايه السلفادور؟ عشان الغواصة بتاعتنا غرقانة هناك.
فين؟ في المحيط الهادي. ما هو هناك في الاطلسي هنعمله في الاطلسي، هو يعمل في الاطلسي احنا نعمل في الهادي، هو يعمل في الهندي احنا نعمل في النيل، براحتنا احنا عندنا نيل. ياد نصار بيشتري يخت كده وفودافون كاش ويجي لهم صقر. فنان عصام السقا ابن عم احمد السقا، لا مش ابن عمه، بيقول بقى افيهات غريبه. ايه يوسف البلد دي من ساعه ما جيت والناس كلها قال عملت، هي مش ده امريكا اللاتينيه؟ ويوسف يقول افيهات اغرب. طبعا انت فاكر نفسك جاي تقابل ميسي؟ ايه عم بهزر. فيدخلوا اليخت، فنان عصام السقا يقول لهم ان الغواصه لازم تتفجر. ليه؟ ما تعرفش، مع ان في الفيلم التاني راحوا جابوا روبوتات لحامين تحت الميه وقطعوا السفينه كلها اصلا وطلعوا السفينه فوق، بس تمام يعني. هو هنا قال له لا دي لا هتتفجر. تفجير فتحه في غواصه روسي متهيألي يحتاج سي 4. ها؟ اياد نصار بقى بيطلع عارف كل حاجه عن السلفادور. السي 4 مش موجود غير في حتتين، يا الجيش يا المافيا. كانه عايش في حواري السلفادور. مافيا شارع 18 متقسمه لعيلتين، زعيم العيله الاولى بيدرو انخيل، الناحيه الثانيه جونزاليس، عكس بيدرو تماما، وزير الداخليه وزير الخارجيه يعني. فيقرروا ان هم يسرقوا عصابه شارع 18 على طول كده. لسه داخلين السلفادور النهارده هيسرقوا اكبر عصابه في السلفادور النهارده. طب يا باشتنا معلش، انت مؤهلاتك ايه؟ انت معاك فلوس، انت بقى خريج اثار، جبت كل الشقاوه دي ازاي؟ ما قالوش. خدت فرقه صعقه؟ طيب كنت مدرب كاراتيه؟ ايه مؤهلاتك في الحياه؟ دكتور سترينج. فكر في ايه؟ ده نخطف طيار. تمام، بيخطف طيارات بقى. بس ما قدامناش حل تاني. ايوه صقر اللي سمعته صح. احنا هنخطف طيار، وصقر بيطلع قناصه وبيطلع قناص مع بعض، يعني هو لحام تحت الماء وقناص مع بعض عشان كده اسمه صقر. فهو تقريبا خد طلقه في عينه. اصل انت ايه اللي حصل لعينك؟ طيب ما قالوش برضه. اصل هو احنا يعني هنجيب كمان ممثل تاني يعمل قناص؟ عندنا الفنان عصام السقا هو اللي هيوزع لنا الفيلم وبتاع، يعني زيتنا في ايدينا. يا رب ما حدش ينخرب ورانا كده. ولو باظت غمض عليك السليمه ولوش. يا فنان انت جاي من هنا اصلا بتبص على ايه؟ فصقر بقى بيضرب كل الطلقه بره، كل الطلقه، يعني الطلقه دي بتتضرب غلط والطلقه دي بيضربها في ازاز العربيه من قدام فتخبط في تانك الطياره. ازاي؟ معرفش، بس الطياره بتنفجر صدفه، باينه قوي انها جرافيك، والعربيه دي بتتقلب صدفه. كل الموضوع ده اصلا صدفه، الفيلم ده كله صدفه. فيهربوا بقى فيروحوا يركبوا اليخت، فيجي لهم صقر يقول لهم ان مورو اتاخد. بتقول ايه؟ مورو اتاخد وانت كنت فين؟ عرف بقى ازاي؟ معلش. طب مين خده؟ معلش، بس احنا هنطوع الدراما علشان نطول الفيلم ده كمان نص ساعه. فبيقرروا ان هم يهربوا مورو، فيروحوا يلبسوا لبس شرطه ويدخلوا مع الشرطه اللي رايحه تقبض على عصابتين بعد ما ابطالنا وقعوا ما بينهم. طب انت واقف مرفعه ليه؟ هو يعني البوليس جاي يقبض على واحد مربوط؟ لا لا لا، ده عشان صقر يقول اللازمه بتاعته. شفنا. فبيهربوا يروحوا المحيط الهادي عشان ينزلوا للغواصه اللي غرقانه على بعد 20 متر. في الحقيقه متوسط عمق المحيط الهادي 4000 متر. هما بقى نازلين يجيبوا الغواصه على بعد 20 متر، يعني اي حد هينزل بمايوه هيطلعها فوق، مش مستاهله يعني كل ده. فيلاقوا الغواصه مقطوعه نصين بالظبط عشان الصاروخ اللي ضربها كان صاروخ بجد. المهم يعني ان هما ما بيعملوش حاجه وبيطلعوا على اليخت تاني. يوسف بيقول لهم انا مش عارف انهي باب فيهم. الدنيا مش واضحه. يعني ايه؟ انا بقى هنا عشان اقول لك يعني ايه. اعمل بقى سبسكرايب، ولو ما عملتش اعمل، يلا اعمل لايك تاني واعمل شير واعمل شاي وتعالى. كل طالع كسبان الا انا وانت. ما انا كمان خسران. في حل واحد. فيقول له في حل واحد. اكيد مش هنخمن لو قدرنا نقرب الجزئين من بعض ونحط المفجر في النص عشان يفجر البابين. ممتاز، كمل. يعني ممكن يبقى في امل. طب ودي هنجرها ازاي؟ قولي له يا فنان. هنثبت المفجر على واحده والتانيه هنشدها باليخت. بالونه. فيقول لهم ناموا كويس، محدش عارف بكره هنشوف ايه. يصحى يوسف يأمن على الحبل ده وينزلوا عشان يربطوا الغواصه في اليخت ويشدوها تقريبا يعني كده نص متر. لما سالت الاي اي قال لي ان اصغر غواصه في العالم وزنها تقريبا 50 طن، يعني عمر اليخت ما يشد غواصه. شخبط على الكلام. فبينطوا في المحيط ويلاقوا الغواصه. احنا وصلنا الغواصه. فيقول لها نوري لي كويس يا مريم. نوري لي كويس يا مريم. فيقول له فوق ابوس ايدك ما تعملهاش معايا. ابوس ايدك ما تعملش معايا. يشد الغواصه، فيشد جامد جامد قوي. يا يوسف اكتر من كده المركب هتتكسر. بقول لك شد يا مورو. يوسف انت كده هتموتنا كلنا. ده صوت طالع من تحت المايه، ده صوت مسلسل اذاعي في رمضان. احنا ما عندناش حاجه نخسرها. فتتحرك الغواصه ويفجروا الغواصه ويدخلوا الغواصه من الفتحه دي اللي مقطوعه بالصاروخ برضه. يلاقوا صندوق مفتوح كده وجواه بقى الحجر الفرعوني اللي هما بيدوروا عليه طول الفيلم. الحجر ده ما حصلوش اي حاجه تحت المايه، ولا اتاكل ولا داب ولا حصل فيه زي ما حصل في فيلم العار. فبيصوروا الحجر ويرجعوا مصر. في الفيلم الاجنبي لما بيسرقوا الكتاب من الارشيف بيعملوا حوار كبير كده مكسل احكيه، بيوصلهم يعني في النهايه ان ينبوع الشباب ده مكانه جوه الهرم الكبير. فبيجوا على مصر وبيدخلوا الهرم الكبير وبيكسروا في الهرم الكبير، وده يعني شغل افلام، محدش كسر في الهرم ولا حاجه. فبيدخلوا بقى غرفه سريه محدش دخلها قبل كده غيرهم، وبيجي لهم الانتربول والبوليس المصري، وبتحصل خناقه كبيره قوي عند الهرم. وبيطلعوا من الغرفه السريه دي على غرفه اكبر وسلالم كتير قوي تحت الهرم، ويلاقوا آلات موسيقيه يعزفوا عليها النوتة الموسيقيه، فالباب بيتفتح وبيوصلوا لينبوع الشباب. في الفيلم المصري بيقف يوسف يفسر اللي مكتوب على الصور. وقد فتحت ابوابها بزئير سيده الحمايه السحريه. الكلام ده معناه الاوضه مفتاحها صوت. ايه الاوضه مفتاحها صوت.
مفتاحها صوت. انت بقى عرفت ازاي ان مفتاحها صوت؟ تردد معين يهز الحجر يفتح ابواب الغرفه السريه. هو ليه قلب على الفيل الازرق كده؟ تردد معين يهز الحجر يفتح ابواب الغرفه السريه زي الجيتار. قول يا فنان وسمعني. موجة صوت تروح وتتعكس وتكبر وتبقى زي الفيضان. انت متاكد؟ لا. طبعا. فبيروحوا الهرم بالليل، ده عشان السسبنس يعني، وعشان في الفيلم الاجنبي لما راحوا الهرم راحوا الصبح، فاحنا مش هنروح الصبح زيهم، لا احنا هنروح بالليل. يروحوا طالعين الهرم من بره كده يلاقوا اوضه منوره، اوضه منوره لوحدها كده. طب مين نورها دي؟ ده بقى صوت زئير فرس النار. فبيقفوا يبصوا لبعض كده ويبتدوا يطلعوا حاجات من الشنط. يا فنان الجهاز نور قبل ما توصله، ما علينا. الجهاز ده اصلا طلع جهاز مساج اهو، مساج اهو. ويوسف بيطلع متر سباكين كده ويقول ان ده مدخل الاقفال، فيروح مطلع شوكه رنانه بتاعت معمل العلوم دي ويخبطها في الساعه كده. انت متاكد؟ فما يردش عليه ويروح خابط الشوكه الرنانه مره تاني فيقعوا. هو بقى كان عايز يقول لك يعني ان الهرم ده فيه غرف سريه كتير. المهم بيقوموا يدخلوا الغرفه يلاقوا كخور بينور كده فيولعوا فيه فينور ويطلع دخان. المشكله ان المكان اللي بيوصلوا له ده بيلاقوا فيه صندوق، فيوسف بياخد منه برديه ويعرف ان الهرم مش مجرد مقبره. الهرم مش مجرد مقبره، اول مفاعل نووي عرفته البشريه. فيلاقي طلقه كده ما يعرفش جايه منين، فيقول له ليه؟ فيقول له كده، فيقول له هتخرج ازاي؟ فيقول له زي ما دخلت، فيقول له ده دخول بس، ويقفل عليه الباب. ويوسف بياخد البرديه كده وبيخرج من باب سري تاني، وبنته بقى بتشوف الفيديو وبتتخض كده. ويجي بقى في التلفزيون صوت الفنان محمود البزاوي. ويخلص الفيلم ان مريم بتعلم بنت يوسف غطس كده على الشط، ويوسف بيلاقي عربيه جايه من اللا شيء، فبيعرف ان هي جايه له هو ازاي معرفش، مع انه مش لوحده على البحر ولا حاجه. نلاقيها بقى نفس العربيه اللي عليها عين وثلاث ستات، وجواها مين؟ الفنان امير كرارة هارون. وبيديله بقى ملف جديد ويقول له ده المشروع بتاعك، فيبص بره كده ويضحك. تأليف واخراج بيتر ميمي. انت بقى لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب. سلام.